السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ هانيين؟ كلشي بخير؟ احوالكم طيبه؟ واش راكم مبروك يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والسلامه. كنعتذر على الغيبه الطويله ديالي. ما كتكونش عندي صراحه الوقت مع بنتي مازال صغيره، كتكونش عندي الوقت باش نصور لكم شي فيديو. ولكن واخا غبت عليكم جبت لكم واحد الماسك زوين بزاف، خصوصا دابا في رمضان. يعني واستعدوا، يعني نستعدوا كاملين للعيد ان شاء الله بالصحه والسلامه وبطولة العمر. جبت لكم وصفه زوينه اللي غادي تهنيكم بزاف ديال المشاكل اللي كيكونوا في رمضان، النشوفيه. يعني كيكون البشره كتكون شاحبه، وكذلك في هذا رمضان حنا خصنا نستغلوه بالعكس في الذكر، وكذلك حتى في نستغلوه باش نعتنيو بالبشره ديالنا، خصوصا انه ما كنخرجوش. يعني اكثريه فينا، خصوصا العائلات، انا كندوي على العائلات اللي جالسين في الدار، يعني ربات الوليد اللي ما كيخرجوش، فاكثريه كتبقى غير جالسه في الدار. فما فيها باس زعما نديرو نتهلاو في البشره ديالنا. اذا كما قلت لكم هاد الوصفه كتحيي البشره ديالنا وكتعطيها واحد الاشراقه، كتعطي واحد، كتحيد لينا داك النشوفيه اللي كتكون في النهار ديالنا في رمضان. يعني هاد الوصفه كما كنقول لها انا مكمل السحر ديال رمضان، اللي كيعطينا واحد الاشراقه في الوجه ديالنا. رمضان واخا هكاك يعني كيبان يعني مفعول ديالو على الصحه ديالنا، على البشره، على الشعر، من خلال يعني بزاف السوائل اللي كنشربوا، من خلال العصائر، يعني السوائل بصفه عامه، لان السوائل كتاثر يعني بصفه مباشره، كتاثر في الوجه ديالنا، في البشره، في الجلد ديال البشره ديالنا، كتاثر في الشعر. فلهذا اختاريت هذه الوصفه زوينه. علاش اختاريت هذه الوصفه كمكمل؟ كنت اصلا كندير يعني هذه اما كنديرها بوحدها اللي هي زريعه الكتان والخرقوم اللي هو بوحدو، ولكن دابا مزجتهم مع بعض. كما قلت لكم غادي نحتاجوا في الوصفه نص معلقه ديال الخرقوم ومعلقه صغيره ديال زريعه الكتان. علاش اختاريتهم بجوج؟ الخرقوم كمبيض، غادي يعطينا واحد ليفي، غادي يحيد لنا الكحول اللي كاينه في الفم. كما قلت لكم الخرقوم غيعطينا تبييض، غيحيد لنا دوك النقط السوداء اللي كاينه في البشره، غادي يحيد لنا الكحوله اللي كاينه في الفم. اما بالنسبه للمكون ديال زريعه الكتان فغادي يرطب لنا البشره من خلال التاثير ديال الخرقوم، انه كينشف شويه البشره. فزريعه الكتان كترطب يعني بواحد الصفه، يعني بواحد يعني الدرجه كبيره بزاف. داكشي علاش اختاريتهم بجوج، نمزجهم بجوج. كل واحد عنده يعني فوائد للبشره. وزريعه الكتان كما كنعرفوا انها كتعطي المفعول الليفتين ديال البشره، كتشد البشره. اذا خليكم معايا باش نشوفوا طريقه التحضير. الوصفه غادي نحتاجوا فيها كما قلت لكم في البدايه نص معلقه ديال الخرقوم البلدي ومعلقه ديال زريعه الكتان، غادي نمزجهم مع بعضهم. انا غادي ندير الماء الورد، ممكن ديروا الماء يعني ماشي ضروري يعني الماء ديال الورد غادي يكون غير كالفي. انا غادي نحل هذه القريعه هذه، غادي نضيف واحد الكميه يعني لا باس بها، وغادي نخلط البشره، غادي نخلط الوصفه ديالي. اذا الوصفه هي هذه، غادي نخلط مزيان وغادي نخليها حتى كتطلق، ما غاديش نديرها يعني في ساعتها، واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، لان زريعه الكتان كتطلق في الماء وكتولي بحال لو جيل. صافي، هذه هي الوصفه ديال اليوم. غادي نطبقوها على البشره، من بعد غادي نغسلو، ومن بعد غادي نرشو بالماء ورد. من بعد ما نغسلو البشره ديالنا غادي نخليوها، بالنسبه للوصفه غادي نخليوها واحد المده ديال الساعه. كما قلت لكم الوصفه غادي نطبقوها على البشره، غنخليوها واحد الساعه ديال المكانه على البشره، ومن بعد غادي نغسلو. يعني بالنسبه للخرقوم راه كاملكم كتعرفوا انه كيخلي الصفوريه في الوجه، باش انكم تخلصوا من الصفوريه تغسلوا. يعني من بعد ما تكملوا في الوصفه تغسلوا بالصابون، غتغسلوا بالصابون، ومن بعد غادي ترشوا الوجه ديالكم بالماء الورد، ومن بعد غادي تدهنوا بواحد الكريم مرطب اللي كدهنوا بها.
بالنسبه للوصفه ممكن تستعملوها يوميا او لا نهاريه ونهار لا. انا كنستعملها صراحه يوميا لانه عجبتني صراحه، وعندها ليفي زوين وتاثير على البشره. اذا هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم. اذا في فيديو قادم ان شاء الله.